السلام عليكم. خلصنا الجزء الاولاني من باترون اللكلوك اللي احنا عملنا فيه اول حاجه كاست اون على الابر المدببه طرفين، وعملنا غير الكاست اون الصف الاولاني وازاي ربطنا الثلاث ابر ببعضيها. وبعدين عملنا الجزء بتاع الاستيك اللي احنا مشينا بيه بخطوه غرزه عدله غرزه مقلوبه لعدد صفوف معينه لحد ما وصلنا لمقاس الاستيك اللي احنا عايزينه. وبعد كده اشتغلنا الحته اللي احنا هنشتغلها من الساق اللي هي كلها كانت غرزه عدله، واللي هي وصلت معانا بهذا الشكل. بقى هو ده اهي هنا الاستيك، وده بقيت الساق عادي اللي شغالين بيها. طبعا الساق دي ممكن تبقى اكبر زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تبقى طويله جدا. عملت الاكاليك قبل كده كانت واصله تقريبا لحد تحت الركبه بشويه، وعملت اقصر من كده. فدي كومبليتلي ليكم انتوا بتقدركم انتوا. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل اللي خاص بالانكل من ورا، اللي هي الحته اللي فوق الكعب على طول، والكعب دي فيها خطوتين. الخطوه الاولانيه الحته الهيل او الانكل بتاع الكعب من ورا اللي هو مش عارفه اسمه ايه بس انا في صوره دلوقتي هشرح عليها. ولفه الكعب ليه ما بيبقاش نازل مستقيم، لا بيبقى ليه يعني كيرف كده. فانا في صوره دلوقتي كنت لكلوك اوريدي كنت شغاله بيه، هشرح عليه الحته اللي احنا هنشتغلها دلوقتي او اللي احنا الجزء ده من الفيديو بخصوصا. هي بسيطه مش صعبه، هي بس فيها تكنيك معين عشان تاخد الشكل بتاع الانكل، الكيرف بتاع الانكل وبعدين الكيرف بتاع الكعب. فنروح دلوقتي نشوف الصوره. بالنسبه للجزء بتاع الكعب اللي انا كنت قلت عليه اللي هو هنا كله بالاصفر، اللي هو الحته دي كلها، دي حته الكعب اللي فيها الجزء الاولاني اللي هو الانكل الحته دي، وبعد كده الجزء التاني اللي هو الكيرف ده، ازاي نعمل الكيرف ده. دي الحاجتين اللي احنا هنشتغل فيهم دلوقتي. الجزء بتاع الانكل ده بنعمله بغرزه اسمها عين الطائر او اي اوف بارتج، اعتقد اسمها كده بالانجلش. بتبقى عباره عن صفين، طبعا ده كله هيبان في الشرح بتاعه الطبيعي. يعني بيبقى الباترون بتاعه عباره عن صفين. الصف الاولاني بيبقى غرزة عدلة، وبعدين بنعمل سليب او بنمرر الغرزة من غير ما نشتغلها، والغرزة يعني نكرر ده الغرزتين دول طول الصف. والصف اللي بعديه كله بيبقى غرزة مقلوبة. كل ده هيبقى واضح في الشرح بتاعه يعني. والحتة بتاعت التانية بتاعت الكعب بيبقى ليها طريقة معينة، يمكن دي تكون محتاجة شوية تركيز. نبتدي بقى نشوف شكل الطريقة بتبقى معمولة ازاي. طيب احنا دلوقتي هنبتدي الجزء بتاع الكعب، المرحلة الأولانية منها اللي هي الجزء الخاص بالأنكل. احنا المفروض خلصنا الأول الساق وداخلين على المرحلة بتاعت الكعب. المرحلة الأولانية اللي هي الأنكل بيبقى عندنا في الصف الأولاني عبارة عن S1 B all، يعني بنمرر الغرزة الأولانية من غير ما نشتغلها، وبعدين بنعمل بقية الصف بنكمله غرزة مقلوبة. والصف التاني بنعمل S1 سليب الأولانية، وبعدين K1 وبعدين S1 إلى آخره. يعني بنشتغل أول غرزة بنمررها من غير ما نشتغلها، وبعدين بنعمل الغرزة اللي بعديها عدلة، وبنكمل إلى آخره بنفس الريتم ده S1 K1. طيب بنشتغل أنهي إبرة؟ احنا بعد ما بنخلص اللفة بتاعتنا، وبدل ما احنا بنرجع نبتدي من الإبرة الأولانية تاني ونشتغلها، لأ، الإبرة اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي اللي هي التالتة هي اللي بنشتغلها المرحلة بتاعت الأنكل وبتاعت الكعب.
يعني الاتنين اللي تحت دول كأنهم مش موجودين خالص معانا، كأننا بنشتغل بالإبر العادية. طيب ادي كده الجزء اللي ورا اللي هي الغرز من جوه بالشكل ده، ده اسمه الوش المقلوب او الوش اللي بيسموه الرونج سايد، والناحية التانية ده الوش العدل. فاحنا لما بنشتغل هنا بنشتغل في الوش العدل، لما بنشتغل هنا بنشتغل في الوش المقلوب. فاحنا الاول هنبتدي في الوش المقلوب اللي هو الصف الاولاني. بنعدي اول غرزة من غير ما نشتغلها، وبعدين بنشتغل بقية الصف مقلوب. والمهم كالعادة كل حاجة احنا بنعملها في الفردة الأولانية نكتبها، علشان دي اللي هنمشي عليها في الفردة التانية، عشان الفردتين يطلعوا متماثلتين، متماثلتين، فردتين متماثلتين. طيب كده الصف الأول بنقلب تمام، وبنشتغل الصف التاني اللي احنا قلنا اس كي، يعني بنمرر غرزة وبتشتغل اللي بعديها، بنمرر غرزة. دي اللي بالمناسبة الباترون ده اسمه عين الطائر، اعتقد ان احنا كنا عملناه في فيديو سابق. احنا بالمناسبة بنمرر الغرزة من قدام، يعني بنمررها كده ونسحبها وبعدين نشتغل اللي بعديها. وواضح ان في كان غرزة ما اتعملتش مظبوط، بس مش مشكلة، احنا يهمنا اخر واحدة تبقى نشتغلها. طيب لو في حالة زي دي وعملنا غرزة مش مظبوطة، يا اما بنفك الغرز ونرجع من اول وجديد، يا اما بنعديها لان احنا ما خدناش بالنا، نشتغل عادي مش هيحصل حاجة، مش هتفرق قوي في شكل الاكلوك. لو غلطة بسيطة او غلطتين على مدار العمل مفيش فيهم مشكلة، خصوصا احنا لسه بنتعلم يعني. طيب كده احنا خلصنا صفين، اللي بعديه الصف الثالث هيبقى S1 B all. يبقى احنا عندنا الصف اللي بيبقى رقم فردي بيبقى هو اللي هو الصف المقلوب، الوش المقلوب او الوش الغلط اللي بنشتغلها S1 B all. ايف بارتج بتحتاج، او اللي هي عين الطائر بتحتاج ان احنا الغرز تكون عددها زوجي، علشان هي بتعتمد على الصف اللي هو التاني بيعتمد على ان احنا بنعدي غرزة وبنشتغل غرزة، فبتحتاج ان هي يبقى الرقم بتاعها زوجي. تمام. اللي بعديها الصف الرابع اس كي. حاول بقى المرة دي نعملها مظبوط، ما يبقاش فيه واحدة بيضاء. عدينا واحدة كي، عدينا واحدة كي، عدينا واحدة كي، عدينا واحدة كي، عدينا واحدة كي. تمام. طيب هنكرر الصفين دول حوالي 10 يعني هنعمل 10 صفوف او 12 صف
المهم نكتبهم لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزه، وبعدين نرجع نعمل الحتة بتاعة تانية الكعب، الكيرف بتاع الكعب. طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بيسموها الهيل فلاب او اللي هي الانكل يعني. الغرزة عين الطائر او اي اوف بارتج. نلاحظ ان هي الاول احنا عملنا 14 صف. اولهم كان الصف الاولاني اللي هو S1 بيقول نمرر واحدة ونشتغل باقي مقلوب، واخرها اللي هي SK سليب 1 وكي سليب 1 وكي، او نمرر واحدة ونشتغل التانية عدلة. فعملنا 14 صف. نلاحظ شكل الغرزة عاملة ازاي، كأنها غرزة عادية بس اكبر، يعني اوضح. يعني دي هي دي، والفرق ما بينها وبين اللي تحتيها اللي هي الغرزة العادية. طيب نيجي بقى للجزء التاني، الكيرف بتاع الكعب. هي مش صعبة، بس هي يمكن يكون فيها تركة او معقدة شوية، فعايزين نركز فيها. وطبعا كالعادة الورقة والقلم جنبينا ونكتب كل خطوة. احنا ستيل لسه بنشتغل في الابرة الثالثة فقط. احنا ملناش دعوة بالابرتين الاتنين دلوقتي، دول اللي هما هيبقوا وش القدم. الابرتين دول هيبقوا وش القدم، وده هيبقى الرجل من وراه زي ما احنا شغالين فيها. طيب معنا الورق والقلم، نكتب كل خطوة ونركز ونسيب اي حاجة بنعملها لحد ما نخلص دي. اول صف هنشتغل 7 مقلوبة، 7 غرز مقلوبين. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. بعد كده هنشتغل 2 مع بعض مقلوبين، 2 مع بعض مقلوبين، وبعد كده هنشتغل واحدة ونقلب الشغل. بايه معنى ايه؟ يعني مش هنشتغل الاتنين دول، لا مش هنشتغل الاتنين دول، هنقلب الشغل كده، وهنبقى احنا بنشتغل والغرزتين دول لسه على جنب. طيب احنا اول صف اوريدي انا كنت كاتباه مجهزاه. طيب الصف التاني هنمرر اول غرزة. تمام. طيب احنا عايزين نتبقى الاتنين دول على الابرة، اوكي. فاحنا مررنا اول غرزة، بعد كده هنشتغل 1 2 3 4. لا هنشتغل 3 بس، ماشي. نشتغل 3 بس، وبعدين نشتغل 2 مع بعض، وبعدين نشتغل واحدة ونسيب الاتنين دول. طيب احنا كده اشتغلنا 3، وبعدين احنا بنكتب دلوقتي، بعدين كي 2 together، كي 1 third. ده كده الصف التاني. ويا سلام بقى لو كتبنا هو باقي كام غرزة عشان نقدر ان احنا نعمل متابعة للشغل بتاعنا. 2 4 6 8 10، كده معانا 10 غرز. طيب الرو 3 او الصف التالت برضو هو انا بكرر، هي مش
فزلكة مني او حزلقة بقى مني ان انا بعمل الباترون بالانجليش، بس هو انا ما لقيتش للاسف باترون بالعربي بيتكتب بالسهولة دي. فانا بالنسبة لي هو كتابة الباترون بالانجليش هو اللي انا اتعودت عليه، واللي انا سهل ان انا اقرا. الباترونات الانجليش موجودة في كل مكان، فسهل ان انا الاقيها. طيب الصف الثالث هنمرر اول غرزة، وبعدين نشتغل مقلوب 1 2 3 4. طيب نلاحظ ان في مسافة كبيرة ما بين الاتنين دول، ماشي؟ فدول اللي هنشتغلهم مع بعضهم B2 together، وبعد كده B1 نكتبها S1، بعد كده اشتغلنا 1 2 3 4 3، اشتغلنا 3، وبعدين اشتغلنا 2 مع بعض، وبعدين B1، وهو ما كانش محتاج ترن لان هي كان اصلا الابرة خلصت. طيب الصف اللي بعديه اللي هو الرابع مش هنعمل سليب لان احنا اوريدي كل الغرز على الابرة، فمش هنمرر ابرة، احنا هنشتغل على طول. هنعمل كي، شوف بقى هنعمل كي كام. نلاحظ الاول ان شايفين المسافة هنا، فدي اللي هنعملهم الاتنين مع بعض. فهنشتغل بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 5 6، وبعدين الاتنين مع بعض، بعدين 1. يبقى احنا اشتغلنا 6 وبعدين 2 مع بعض، وبعدين 1. كده باقي عندنا كام؟ المفروض ان كده باقي عندنا 8. هل الكلام ده صحيح؟ 2 4 6 8 مظبوط. يبقى احنا كده ماشيين صح. طب هل احنا كده خلصنا؟ فعليا خلصنا، بس وادي حتى الكيرف بتاع الكعب بدأ اهو موجود. بس انا حابة ان في الغرزتين اللي على الجنب حاسة ان في بعيد عن بعض شوية، فاحنا ممكن نشتغلهم وممكن نسيبهم، دي حاجة تبقى راجعة لنا. انا من رأيي ان احنا نسيبهم. انا شايفة ان هي خلاص الكيرف كده اشتغل ظهر، فاحنا مش محتاجينه، وهيشتغل الشغل بعد كده هيبقى الاتجاه ده كده، فاحنا مش محتاجين. طيب اللي بعد كده ايه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية ان احنا هنرجع نمسك دول مع بعضيهم او نربط دول ببعضيهم تاني. الجزء ده هنشتغل فيه غرز، والجزء ده هنربط يعني، والاتنين دول هنعملهم مع بعضيهم، والجزء ده هنشتغل فيه غرز تاني. فإلى الفيديو الآخر.